معكم حفيظة. انا اللي دخلت جارتي لداري حتى تلوت لي على راجلي وحتى داتو ليا وخلاتني انا وولادي غير كنشوفو. انا اللي درت الخطا ماشي هي، ولكن حتى هو غلط اللي خان العشرة وخان الطعام. نعاود لكم قصتي من الاول وانتم حكموا وقولوا لي القرار اللي خديت واش هو هداك او الغلط. قبل ما نبداو الحكايه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى تشتركوا وليو جزء من العائله الصغيره ديالنا. شاركوني رايكم تعليقاتكم، انا دائما كنناقش القصه مع المتابعين وكيعجبني بزاف نسمع الراي ديالكم، وحتى الناس مالين القصص حتى هما راه كيستافدوا من النصائح ديالكم. نرجعوا للقصه. حافظه كتحكي وكتقول: انا المده ديال زواجي 25 عام، تزوجت وانا باقا صغيره بنت 15 عام. راجلي كان كيجيني من العائله وكان زواج تقليدي وزواج النيه، ولكن واخا هكذاك بغينا بعضياتنا بلا قياس. كان كيوقف معايا في الحلوه والمره، وحتى انا ما عمري ما فتو. كان الا مرض كنحس براسي انا اللي مريضه. دوزنا ايام صعاب ودوزنا ايام زوينه، راه عشرة طويله ديال 25 عام. ولدنا وليداتنا بحالنا بحال كاع الناس. حتى حنا كانت عندنا مشاكل مع عائلاتنا، وحتى حنا وصلنا لشي ايام اللي كنا كنعانيو فيها من المرض ومن الازمات الماديه ومن شحال من حاجه. ولكن الحاجه اللي كانت كتخلينا مسكين بعضياتنا هي انني كنت عارفه انه ما عمره ما كان كيغدرني ولا كيخونني، وانه اي حاجه كان كيجي يحكيها ليا ويعاودها ليا. حتى من المصروف ديال الدار كان كيف كيجيب الصالير ديالو كيحطو ليا كامل. بدا موظف صغير وبقى غادي وكيترقى حتى قدر يولي فواحد البوست اللي هو كبير، اللي ما نقدرش نقول لكم شنو هو بالضبط، ولكن بوست الحمد لله ولينا كل شيء في المتناول ديالنا. وليداتنا قريناهم في مدارس زوينه، ولدي دابا راه كيقرا على برا، خدينا دار كبيره اللي هي بالجرده، ويعني كل شيء الحمد لله تيسر. ودائما كان كيقول لي راه الفضل كيرجع ليك، انتي اللي وقفتي معايا وانتي اللي امنتي بيا وانتي اللي كنتي كتواسيني نهار اللي كنت كنيأس ونهار اللي كنت كنقول غادي نخرج من خدمتي. انتي اللي كنتي كتخليني انني نشوف الحاجه المزيانه فيها، وكنتي كتقولي لي غير صبر راه ربي غادي يفرج عليك كل شيء. وانا ما نكذبش، حتى هو كان راجل ونعم الرجل، ما كانش كيأذيني اولا يخلي شي واحد يتجاوز الحدود ديالو معايا. كان داير لي القيمه والاعتبار وسط العائله، كانوا حتى عائلته كيعرفوا الا قلقوني راه غادي يقلقوه حتى هو. حد هنا كنت كنقول الحمد لله، هذا الراجل هو كل حاجه نقدر نتمنى في هذه الدنيا هذه. وكنت كنقول غير الله يكمل عليا ونشوف حتى وليداتي واصلين شي مناصب زوينه ونفرح بيهم ونوصلهم لديورهم ونكون اديت الرساله ديالي على اتم وجه. المشكل اللي كان عندي هو انني كنت من داك النوع اللي حنينه بزاف. كنت من هذاك النوع اللي اي واحد عاود ليا شي حاجه خيبه نبكي معاه. كنت دغيا كنبكي ديما دموعي حابسين على جفوني. وكان راجلي دائما كيقول لي راه هاد النيه فيك زايده وبلا قياس، ماشي اي واحد بكى عليك ولا شكى عليك تثقي به. كان هو العكس ديالي، كان من داك النوع اللي صليب وقاصح. كنا ساكنين يعني احنا في الدار التحتانيه، كانت عندنا دار كبيره اللي هي في الريد شوسي، وعندنا الجرده ديالنا لاكور كان كبير بزاف. كانت دار زوينه واللي قدرنا الحمد لله نشريوها بلا كريدي بلا والو. ولكن في نفس الوقت هذيك راها كانت عماره وكانوا فوق منا الجيران، وكانوا شي وحدين كيكريو الديور ديالهم، يعني كانوا كيسكنوا معنا الناس اللي هما كاريين. والحلم ديال راجلي كان انه نهار اللي غادي يتقاعد غادي يمشي يعيش في العروبيه. وكان واخد واحد الارض وبنى فيها واحد الدار اللي كنا كنمشيو كندوزو فيها الصيف. وكان بدا كيربي شي شويه ديال الغنم والبقار، يعني الهوايه ديالو كانت هي انه يكون واحد النهار فلاح. وبدا كيوجد التقاعد ديالو، يعني البلاصه اللي غادي يمشي ليها. وحتى انا كنت كنرتاح ملي كنت كنمشي لتما، كنت كنفرح بزاف وكان كيعجبني الحال. واخا وليداتي ما كانوش كيبغيو وكانوا كيبغيو يمشيو لبلايص اللي فيهم البحر، يبغيو يمشيو بلايص اللي غادي يلقاو فيهم الرواج المدينه. كنا كنحاولوا نقسموا العطله ما بيننا وما بينهم.
نرتاحوا حنا شويه ونحيدوا علينا داك ستريس، وحتى هما نديروا لهم خاطرهم ونديوهم فين بغاو. المهم كانت الايام غاده، وفي واحد النهار كانت سكنات واحد السيده اللي ديما كنا كنسمعوا راجلها كيضربها. كانت كتبقى تبكي وكتغوت، وانا كنت كنبغي نمشي ندخل وندق عليهم ونشوف المشكل شنو واقع، وراجلي ما كانش كيخليني، كيقول لي ما تجبتيش ليا الصداع، انا راكي عارفاني في واحد البوست وإلا الله يحفظ تطورات الامور وجاو البوليس غادي ندخلوا في سينوجيم، وانا ما كنبغيش ندخل في هاد الامور هادي. واخا هكذاك بقيت كنحاول انني نشوف هاد السيده هادي اللي ساكنه واللي راجلها دائما كيضربها. بقيت حتى عرفت ان هي يعني الدار اللي ساكنه فيها، وبديت نراقب راجلها من كيخرج. كنت كنمشي انايا ندق عليها، كنمشي عندها وكنلقاها مضروبه وكنلقاها حالتها. كانت بنت باقا صغيره، يعني العمر ديالها ما واصلش لديك 30 عام. بدات كتعاود لي قصتها وقالت لي انها من مدينه بعيده، وان والديها رافضين باتا انها تطلق وترجع لعندهم. وكانت كتقول لي ان هذا الراجل هذا واخا راه موظف حتى هو وكيتخلص مزيان، ولكن فلوسه كاملين كانوا كيمشيو في الشراب وفي القمر. وكتقول لي راه عذبني بزاف، ولكن المشكل انني انا اللي بغيته، وانني سمحت في ولد عمي اللي عايش على برا على قبله. داكشي علاش والديا لحد الان مازالين مقلقين عليا وما باغينيش نرجع لعندهم. واخا كيشوفوا حالتي، واخا كنعيط لهم نشكي عليهم، كيقولوا لي تحملي المسؤوليه ديال القرار ديالك. انا بصراحه حنيت فيها بزاف، واخا راه بيني وبينها ما وصلاش 10 سنين ديال الفرق، ولكن اعتبرتها بحال بنتي. وبديت كنجيبها عندي للدار، وفي الوقت اللي ولا راجلها كينوض يضربها كنت كندق عليهم وكنحيدها ما بين يديه، وكنجيبها لداري وكندخلها عندي. وكان راجلي كيخرج وكيهضر معاه، وراجلي كان من داك النوع اللي شخصيه وعنده الهيبه ديالو. يعني راجلها واخا كان كيكون معصب وكيغوت وكيسب، ولكن غير كيشوف راجلي كان كيحضر راسو وكيسمع ليه لهضرته. وهو ديما كان كيقول له بدل الساعه بخرى، سير جلس في دارك وخليها هي معانا، ها هي مأمنه. بدات كتجلس معانا بزاف، وبدينا كان نعتبروها وحده من العائله. كانت كتجي كتونسني في الصباح وكنت حتى انا كنتهلا فيها. اللي ناقصاها كنت كناخدها ليها، كانوا حويجها حالتهم، بيجاماتها قدامين ومقطعين، وراجلها كان شحيح عليها وبخيل. كنت كنخرجها وناخد ليها بيجامات، كنت كنتقدى ليا وليها، وكنت فيما كنطيب شي حاجه كنذوقها منها. وحتى راجلها مع الوقت بدا كيتبدل، وخاصه من بدا راجلي كيهضر معاه وكيحاول انه يرد ليه عقله في راسو بدا كيتبدل. ولكن في واحد الوقت راجلها غادي يتشد مع شي وحده بتهمه الخيانه، ويعني غير صدفه هي ما كانتش عارفه، حتى وقفوا عليه البوليس وداو ومشات لعندو باش دير تنازل. ولكن في داك الوقت جات دخلت لداري وقالت انها ما عمرها ما غادي تعاود ترجع ليه، وشرطت عليه انها تطلق منه. هو هنا غادي يجعر وغادي يتبدل وغادي يولي واحد اخر. وبدا كيجي وكيفرع عليا الباب وكيبدا يغوت وكيشوهنا قدام الجيران كاملين. تما راجلي غادي يهزها وغادي يقول لي انا غادي نديها لواحد البلاصه اللي هي بعيده، غادي تجلس تما كاينه بوحدها باش هذا ما يبقاش يصدعنا. وفعلا داكشي اللي دار. ومن ولا كيجي كيدق علينا كيحل ليه راجلي الباب وكيخليه يدخل، وكيقول ليه مرتك راه ما عندناش، راه ما عرفناها فين زادت. هكذا انا كنت كنظن. راجلي كان كيعاود عليها بزاف، وبدات كتبقى فيه وكيتعاطف معاها، ودائما كيقول لي مسكينه ودرويشه وما تستاهلش هاد الحياه، تستاهل شي واحد اللي يبغيها واللي يقدرها. كيقول لي شوفي هانتي بنات الناس كيتلاقاو مع ولاد الحرام وشوفي اش كيديروا فيهم. يعني وليت كنلاحظ انه عندها واحد المعزه خاصه في قلبه، وانا ما كنتش كنعترض لان حتى انا كانت عزيزه عليا، حتى انا كنت كنعتبرها يعني بحال بنتي ولا بحال شي وحده من عائلتي. وكنت كنسولو عليها وكيقول لي راه داها عند شي ناس اللي كيعرفهم وراهم مقابلينها ويعني وجالسين معاها. حتى لواحد النهار راجلي عنده واحد السيد اللي مقابل ليه الفيرما وكاينه معاه مرته ووليداتو. هذيك السيده غادي تتصل بيا من التليفون ديال راجلها وقلت لي اختي حفيظه انا بغيت نقول لك شي هضره، ولكن عافاك ما تقوليهاش لراجلك لانك غادي تقطعي لي رزقي انا وراجلي. راه هاد الهضره هادي الا خرجت غادي يعرفني انا اولا راجلي اللي خرجناها. انا تخلعت وبديت كنقول لها ياك ما كاين باس. قالت لي راه راجلك جاب واحد السيده هاكي دايره وهاكي دايره، وراه جالس معاه هنايا في الدار ديال الفيرما. في هاد الوقت راجلي كان كيقول لي انه كيسافر الخدمه بزاف،
وبحكم انني انا كنت كنثق فيه وما عمري ما حصلت عليه شي حاجه، كنت كنقول راه خدمه وصافي. حيت بعض المرات فعلا كيكونوا عنده دي ميسيون اللي كيمشي ليهم وكيغيب فيهم مده طويله. انا من عرفت هاد الاخبار هادي عقلي بغى يخرج، وفعلا عيطت لواحد السيد اللي عنده طاكسي وطلبت منه باش انه يديني حتى لديك الفيرما، يعني خديت طاكسي كورسا ومشيت وبقيت كنراقب. بقيت جالسه في داك الطاكسي من بعيد الطريق اللي كتوصل للفيرما ديالنا، وشفت راجلي بالطوموبيل ديالو جاي هو وياها، وبديت كنعيط لديك السيده وكنسولها وكتعطيني بزاف ديال التفاصيل اللي هما كارثيين. عرفت ان راجلي خرج الطريق وانه كيغدرني معاها، وانه ما بقاش مسوق واش راها مرت الراجل ولا راها ديال راسها. راجلي ملي ما عمرو ما دار شي حاجه اللي هي خايبه، وانا نشهد عليه قدام كل شيء. هبل وخرج ليه العقل، لدرجه انني من بديت انا كنهضر معاه وكنعيط ليه وكنقول له وقتاش غادي ترجع لدارك، ولا كيدور فيا وكيقول لي ما تبرزطينيش، انا راني خدام ونهار اللي غادي نسالي راني غادي نجي. ولا كيمشي للخدمه ومن تما كيرجعنيش عند الفيرما. بنتي اللي متعلقه بباها لاقصى درجه لاحظت هاد الغياب ديالو وبدات كتعيط ليه. غير وصلت العطله ديالها وانا متصل به وقلت ليه راه البنت راها عطله، راه بغيت نمشي نجلس في الفيرما انا وياها شي ايامات بيد ما انت تستاهلي. قال لي لا، الفيرما راه كنديروا فيها شي اصلاحات ما عندك فين تجي، وانا راه غادي نسالي ونجي عندكم. وفعلا جا للدار وجلس معنا شي سيمانه وسافرنا بالبنت وخرجناها للبلاصه اللي هي باغا. ومن بغيت نمشي للفيرما ما خلانيش. هادشي اللي كنعاود لكم راه باقي له واقع، هادشي جديد. انا لحد الان مازال ما واجهتوش، مازال ما قلت ليه حتى شي حاجه، حيت عرفت ان هذيك الغداره مسخه، وعرفت ان الهضره اللي كان كيقول عليها راجلها راه بصح. راجلها كان كيقول ان رجليها خارجين الشواري، وانه راه ما عندها لا تصيله لا فصيله وراه غير كتكذب عليكم، وانه جمعها من الزنقه وواجه دارهم على قبلها باش يتزوج بها، لدرجه انه باه لحد الان قاطع الهضره معاه. قال انا تلقيتها غير في البار وهزيتها من البار وديتها ورديتها مرا ديال الدار، ولكن لحد الان كنحصل عليها شي حوايج اللي ما يتقبلهمش حتى شي راجل. حنا كان كيسحب لينا هاد السيد غير كيتبلى عليها، حيت داكشي كامل اللي عاودت ليا مختلف كل الاختلاف على هادشي اللي كيقول راجلها. وهي ديما كانت كتقول لي راه فيه الغيره وفيه الشك وكيبقى يتخيل، وراه فيه الوسواس وكيبقى يدوروا ليه شي حوايج اللي ما كاينينش في الحقيقه في راسو. ولكن من دابا كنرجع الذاكره كنقول السيد كان عنده الحق في كل كلمه قالها. عرفت انها رافعه عليه الدعوه ديال الطلاق، وان راجلي هو اللي داير ليها المحامي، وبحال والو نهار اللي تسالي هاد الدعوه هادي وتاخد الطلاق ديالها غادي يتزوج بها. تلوات على راجلي وداتو وكتغدرني معاه، وانا لحد الان كندير حاجه وحده، كنهز كفوفي للسما وكندعي، كنقول يا ربي تاخد الحق فيها. انا كنتحمل جزء كبير من المسؤوليه، لانني حطيت النار حدا التبن، لانني انا اللي حليت لراجلي العينين، وخاصه هي من داك النوع اللي كتهلا في راسها وكتقاد، وانا عاد ما زدت قاديتها وعاد ما زدت كنشري ليها ونعطيها، وولات كدور قدام راجلي وهي زوينه ما نكذبش، زوينه وباقا صغيره، حتى في الاخير ما بقاش كيشوفني. ما قدرتش نواجهه، حيت الا واجهته هادشي كيعني انني غادي نطلق منه، وغادي نطلق وغادي نخرج انا ووليداتي بلا والو. انا ما عندي لا خدمه لا والو، ووليداتي مازال طمعه في باهم يدير ليهم مستقبلهم، وبنتي حتى هي كتفكر انها تمشي تكمل قرايتها على برا. باش كنقول نصبر غير حتى تاخد بنتي الباك ديالها ونمشي معاها ونعيش معاها تما. بصراحه مازال كنبغيه، ولكن ما قاداش نسامح على الخيانه ديالو، وفي نفس الوقت ما بغيتش نعرفه ويبدا يدير كل شيء بالعلالي قدامي. بغيت نخلي الاحترام بيني وبينه، ونهار اللي غادي نمشي انا وبنتي، ونهار اللي تاخد بنتي الدبلوم ديالها وتلقى خدمه وتلقى باش تهزني حتى انا، ديك الساعه غادي نواجهو بالحقيقه، سواء كنتزوج بها ولا ما نتزوجش. هادشي اللي كنقول انا. ولكن عطوني رايكم وقولوا لي، نصحوني، واش هادشي اللي كنفكر فيه هو هذاك؟ واش هذا هو الحل ولا لا؟ ولا خاصني نثور ونغوت ونهضر وندابز وحتى انا نقول ليه يا انا يا هي؟ المشكل خفتو يختارها ونضيع انا وولادي.
خفتو يختارها، وهاد الحياة اللي جالسة كنبني فيها 25 عام في غمضة عين تنهار وتمشي. نصحوني عافاكم واعتبروني بحال ختكم، قولوا لي شنو نقدر ندير. ونصيحة للعيالات: عمرك تدخلي شي وحده لدارك، سوا صاحبتك، سوا من عائلتك، سوا جارتك، ردي بالك وما ديريش الخطأ ديالي. شكرا للاخت رانيا ستوريز لانها حكت لكم قصتي، وبسلامة عليكم.